سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده. كما شفتوا هنايا المقادير ديالنا. غنشارك معكم واحد بسطيله الحوت خفه نزربن كما تيقولوا، ساهله ماهله. عندي هنايا القزبر، عندي هنايا الشامبينيون نوار، عندي الشامبينيون ديال العلبه، عندي هنايا كما كتشوفوا لي 5 بي، وعندي البزار الاحمر، وعندي الثومه بودره، وعندي الصوصه بالمحار. بالنسبه للتوابل عندي ورقه موسى، ثومه، زعيطره وشي الزعتر، ثومه مطحونه، عندي حامضه، عندي معلقه ديال الهريسه، وعندي الزبده، وعندي الخرقوم، كمون، البزار، السودانيه. وانا كنستعمل هاد الشعريه هذه اللي كتشوفوا هي اللي كنخدم ها هي ديال الروز. ودابا كما كتشوفوا حبايبي، هنا عندنا الكروفيت، وعندنا الكالامار، وعندنا السيبيه، وعندنا الميرنا. دابا غادي ندوزو نصايبوا ان شاء الله بحول الله الشرموله ديال الحوت، باش يجينا الحوت لذيذ وزوين بزاف بزاف. ضروري من هاد الشرموله خصها تشحر باش تجينا البسطيله ديالتنا لذيذه. كنديروا الزيت، كنديروا الزبده، كنديروا اللقامه ديال البزار، الملحه، كمون، تحميره، عندي ثومه بودره، كندير لي 5 بي، قزبر ومعدنوس كنكثر بزايد، كندير الصوجه، كندير عطريه كامله، وكنخليها تشحر مزيان حتى كتبداو تشموا ديك الريحه التوابل طالعه. غادي تشوفوني غنزيد واحد شويه الزيت بزايد، حيت خاصني نخلي ليها الزيت بزايد باش نخدم به العناصر كلها. كما كتشوفوا هنايا خديت مقيله سخنات، درت فيها شويه دقامه، ودرت فيها الكروفيت، وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب، وغادي نجهز البوطه باش يطلق ليا داك الماء دغيا دغيا ويبقى طري الحوت ما ينشفش. كما كتشوفوا هنا الكالامار والسيبيه راه درت نفس الطريقه، تنبقى نهزم ديك القامه، وكتجيك البسطيله ساهله وسريعه. تقدري توجديها دغيا دغيا، تقدري تشعلي البوطه، ديري 4 مقلات، كل مقله تشحري فيها حاجه، ها انت وجدتي البسطيله ديالك. ها نتوما نفس الشيء، المقله اللي كندير الميرنا. الا عندكم الوقت كتشرملوا هذاك الحوت وتخليه واحد الساعه كيتشرب الاقامه. ما عندكمش كديروا نفس الطريقه اللي درت انا ديال الزربه. ضروري انا ما كنصفي، دابا انا كنعطيكم طريقتي البنات، ما كنصفي الحوت وكنخليه حتى كيبرد. ما عمرني ما كنطوي البسطيله والاقامه باقا ميها وباقا الحوت سخون. هانتوما كتشوفوا البخار كيفاش طال حتى كيبرد ليا الحوت مزيان. هنا كنديروا القشور ديال الكروفيت. انا ما جبتش، ملي مشيت تقديت نسيت القشور ديال الكروفيت ما جبتهمش. كناخذ هنايا الماء كيغلي، درت فيه مليحه، درت فيه واحد رويصه ديال الثومه، ورقه موسى، العطريه ديال البسطيله الحوت. هذه راه كافيه، راه فيها كلشي. كندير شويه الصوجه، المهم كنسم هذاك الماء. عندكم الكروفيت احسن، شي مرات نديرها قدامكم بالقشور ديال الكروفيت، ولا يمكن راني ديجا حاطاها في القناه. صافي هو اللي ملي غادي يغلي ليا هذيك التوابل اللي درت في الماء، غادي نزيد الشعريه. صافي ملي غادي طيب ليا الشعريه، هانتوما غادي تشوفوا هنايا راه عندي الشامبينيو دو باغي حتى هو شحرته بنفس الاقامه، وتا الشامبينيو نوار حتى هو غادي نشحرو بنفس الطريقه. كلشي كيتشحر وكيتحط كيتبرد. صافي انا اللي شحرتها كنحطها على جنب تما. راه زدت واحد المعلقه ديال الاقامه ديال الشرموله ديال الحوت اللي درنا، وغادي ندير فيها هذاك الشعريه ديال الروز. طريقه سهله وزوينه. صافي غادي نخليها تتغلى واحد 2 غليات حتى يتشرب ليا داك الماء كامل، ما يبقاش الماء في الطنجره. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وتكونوا فهمتوها البنات. الطريقه راه ساهله بالنسبه للمبتدئات، راه غير يتبعوا الطريقه. كما شفتوا راني زدت واحد الحك ديال لا كريم فريش، هي داك الصغير ديال 10 دراهم. الدور ديال لا كريم فريش البنات كيخلي ليا ديك الشعريه معلكه، وفي نفس الوقت كترطاب، ما كتبقاش ناشفه، كتجي معلكه.
وزوينه. يمكن لينا نحكو عليها شويه د الموتزاريلا، نحكو عليها الفرماج حمر. الا ما عنديش لا كريم فريش يمكن ليا نجمعها بحك ديال الجبلي، نخلي حتى تبرد لي قامو ونخلط واحد الحك ديال الجبلي حتى هي كتجي رائعه. ونزيد واحد شويه د السيبوليت حتى هو نقطعو. انا هنايا ما عنديش نورمالمون دائما كنديرو، كنقطع حيدت هذاك الراس ديال الثومه اللي صحيح صافي، وغادي نقطعها بالمقص ونخليها حتى هي كتبرد مزيان. هنايا الحوت من بعد ما برد، ها نتوما كي كتشوفوا تقطر ليا الماء كامل اللي فيه. وانا دائما كنشحر الحوت على النار مجهده. عندي هنايا الزبده والزيت، راني زدت منهم ديك القامه ديال شرموله الحوت، وزدت شويه ديال الهريسه ودهنت الطاوه. هذه الورقه ديال البخار كانت عندي في الفريغو. انا دائما البساطل تنخدمهم بالورقه د البخار، ما كنستعملش نهائيا سنين هذه الورقه العاديه ما كنستعملهاش. كتجي الورقه د البخار رائعه بزاف. صافي كنفرش 5 وجوج الوسط، وكنرش رشيشه ديال الزبده والزيت. دائما كندير الزبده والزيت حيت الزبده كتعطيها واحد البنه في الورقه، وديك اللي قامه الحوت اللي زدنا راه حتى هي كتنسم لنا ديك الورقه، ما كتجيش الورقه باسله. صافي درت فرشه ديال الشعريه، درت فوق منها الحوت كنفرشو بحال هكا، كنقادو على الجناب كاملين، وكنرش واحد رشيشه ديال الفرماج احمر. وعندي هنايا الفرماج ساندويتش، راه كيما شفتوا راه قطعته، راه غادي نقطعو حتى هو طريفات صغار. كنقطع الطريفات ديال الميرنا وكنحطهم باش كتبقى ديما الميرنا خليوها غليظه، ولا اي حوت ابيض استعملتوه خليوه طروفه كبار باش اللي كيجي يهز البسطيله كيلقى الحوت ماشي كيلقاش غير الشعريه. صافي راه زدت الفرماج ديال الساندويتش كما كتشوفوا، وغادي ديك الساعات نزيد الكروفيت هو اخر حاجه. صافي تنقاد كي الوسط كيجنب دائما البسطيله خصها تكون عامره، رشيشه ديال الفرماج حمر محكوك كما كتشوفوا. انا حاولت هنا نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان الحوت البسطيله كيفاش عامره. والله القسم البنات راه جات عامره بزاف وجات زعما بسطيله ديال الهمه والشان. غنرجع هذوك الورقات كما شفتوا وغندهنهم واحد دهنه خفيفه، وندير وحده الوسط وغنبدا نلمط كما شفتوا. انا راه غير كنحط الورقه نهز بيديا وكنخشي الورقه من تحت، راه ما كنقلبها ما والو. وما كنصحكم البنات ما تقلبوش البسطيله، ما تغامروش حيت الورقه البسطيله ملي كتبغيو تقلبوها راه تقدر تقلب طيح لكم وتصدقوا نادمين. اللهم هاد الطريقه راه ساهله. صافي هنايا عندي هنايا غندير واحد التزيين، كنسرح الورقه وندهنها وكنجمعها بصبعي. المهم الديكور اللي بغيتو، شي مرات قطعوا غير بالمقص ورشوه هكا من الفوق وصافي. صافي تنجمعوها من التحت. ساهله، طريقه ساهله، غير زعموا عليها البنات. بزاف البنات كيقولوا لي دائما ما كنعرفوش نطوب بسطيله مدوره كتعذبنا، يتبعوا هاد الطريقه راه ساهله. هنا وريتكم الطياب ديال الفران، كندير البسطيله وكنبقى مره ندور فيها. ها نتوما العافيه كيفاش مهيله. البسطيله خصها تديريها في الفران ساعه الا ربع باش الورقه كتقرمش وكتقرمل مزيان وكتبقى محمره وزوينه. ها نتوما كتشوفوا هنا راه تحمرت ليا غير ما هبطتهاش لتحت. شوفوا التحميره كيفاش عاطيه لونها غزال بزاف. صافي زوقت هنا بالفرomage والمعدنوس والكروفيت غريز والحامضه درتها الوسط، درت فيها شويه ديال الهريسه. كنتمنى هاد البسطيله تعجبكم البنات، وشكرا بزاف على التعليقات الزوينه اللي خدتكم عليا. كنشكر البنات الجداد اللي جاو عند جميله، مرحبا والف مرحبا. وكنشكر جميله على الدعم ديالها، كنشكرها بزاف بزاف بزاف، زعما راه دارت فيا واحد الخير كبير، عاوناتني وعرفتني على المتابعات ديالها ودخلوا عندي وكيشجعوني